في واحدة من أجمل جزر العالم السياحية. النهاردة هناخدكم في رحلة كاملة متكاملة لجزيرة مالطا الأوروبية عشان تعرفوا كل حاجة عنها قبل ما تقرروا تسافروا ليها. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. جزيرة مالطا هي دولة من الدول الأوروبية اللي بتقع في البحر الأبيض المتوسط، واللي بتعتبر من أصغر دول العالم، لكنها بتتكون من 4 جزر وعاصمتها بتكون فاليتا. بتعتبر السياحة في مالطا من أهم مصادر اقتصادها والسبب الرئيسي في شهرتها. اللغة المستخدمة داخل جزيرة مالطا هي اللغة المالطية والإنجليزية. مالطا من الأماكن المثالية ووجهة رائعة لكل محب السفر ومحب السباحة والترفيه والرياضات المائية والراغبين بالتمتع بأجمل المناظر الطبيعية. كمان أفضل الشهور اللي ممكن تسافر فيها خلال السنة هم شهرين يوليو وأغسطس. المناخ في مالطا بيكون معتدل، فهو بيكون في الشتاء دافي وممطر، وفي الصيف حار وجاف. والعملة المستخدمة في مالطا هي اليورو. دلوقتي بعد ما عرفنا أهم المعلومات عن جزيرة مالطا، خلونا نتعرف مع بعض على أهم الأماكن السياحية فيها. فزي ما قلنا إن مالطا بتعتبر السياحة فيها من أهم مصادر اقتصادها، وده اللي بيخلي أعداد كبيرة من السياح بيتوافدوا لزيارة أهم معالمها ومزاراتها. فاحنا هنستعرض لكم أهم المعالم السياحية دلوقتي اللي ممكن تزوروها وانتوا في جزيرة مالطا. أولاً، نافذة أزور، ودي واحدة من أشهر المعالم الطبيعية في مدينة جوزو المالطية. فهي عبارة عن تكوين صخري طبيعي مكون على شكل قوس بيبلغ ارتفاعه 28 متر وبيقع في عرض البحر. تم تكوين النافذة دي عن طريق انهيار كهف بحري في القرن ال19، ومن وقتها وهي بتعتبر من الوجهات المهمة اللي بيزورها عشرات آلاف من السياح كل سنة، وأصبحت مكان بيتم فيه تصوير أشهر الأفلام العالمية، بالإضافة إنك تقدر تحصل على إطلالات مذهلة من أعلى النافذة. كمان من أشهر المعالم السياحية اللي هتقدر تزورها في مالطا هي كاتدرائية القديس يوحنا. فبتعتبر كاتدرائية القديس يوحنا جوهرة من الفن والعمارة الباروكية اللي تم بنائها ككنيسة الدير لفرسان القديس يوحنا ما بين عام 1573 و 1577. الكاتدرائية دي بتعتبر لحد النهاردة مزار مهم جداً. وانت في مالطا ما تنساش تزور المسرح الملكي، واللي بيعرف بدار الأوبرا الملكية، وهو واحد من أشهر المعالم الأثرية المرموقة في فاليتا وفي مالطا كلها. فهو بيعتبر موطن للفنون المسرحية في المدينة، تم الانتهاء من بنائه سنة 1866، وهو النهاردة أصبح بيشكل واحد من أشهر وأبرز الوجهات السياحية، وبيستضيف العديد من العروض الفنية والمسرحية الممتعة. من الأماكن اللي برضو هتستمتع بيها وتقضي فيها أجمل الأوقات هي بلو لاغون مالطا، ودي قطعة من الجنة الإلهية على الأرض. فهي بتمتلك أفضل وأروع المقومات الطبيعية والمناظر الخلابة البهية، بداية من جمال ميتها الزرقاء وأشعة الشمس الساطعة ورمالها الذهبية الناعمة، بالإضافة لوجود الأسماك والطيور اللي بتكون بألوان متعددة. فهي عبارة عن محمية طبيعية متكاملة وخليج مليان بالمية الزرقاء بيقع ما بين جزيرتين. عشان كده هي بتعتبر من أجمل الوجهات السياحية في جزيرة مالطا، وبتجذب ليها عدد كبير من السياح من مختلف دول العالم. من هنا نكون استعرضنا أهم المعلومات اللي ممكن تحتاجها كدليل قبل ما تبدأ رحلتك للجنة الأرضية مالطا. لو عجبتكم حلقتنا النهاردة ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير لأصحابكم وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من منفيس. استنونا في حلقاتنا الجاية.